عندما نتحدث عن الفخامة والأصالة في أبهى صورها، فنحن نتحدث بكل تأكيد عن استاد الجنوب أو الوكرة، دمج وربط بين الماضي والحاضر، بين العراقة والحداثة، بين التراث والتصاميم المبتكرة، وهذا ما تميز به استاد الجنوب، فترأى لنا بكامل أناقته وبهائه. يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة على بعد 15 كيلو متر عن العاصمة القطرية الدوحة، ويرتبط بها عبر مترو حديث الإنشاء لتسهيل الوصول إلى الاستاد. ويعتبر استاد الجنوب أول الملاعب التي أنشئت من الصفر بعد نيل قطر شرف استضافة المونديال، وقد تم إنشاؤه لاستضافة مباريات دور المجموعات ودور ال16 والدور الربع نهائي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تم تجهيزه بأعلى المعايير وأرقى المستويات العالمية ليكون جاهزاً ولائقاً لضخامة الحدث. وقدرت طاقته الاستيعابية بنحو 40,000 متفرج. استمتع بالدرجة الأولى مع سيارة شيري تيغو إيتو برو ماكس. Hello, Sherry. I'm listening. I want to see the sky. Got it. Cherry. Fun to drive. أما عن الشكل الخارجي فقد صمم ليحاكي تصميم القوارب الشراعية المخصصة لصيد اللؤلؤ والأسماك، والتي تمثل جزءاً من ثقافة وتراث قطر العريق. فقد تم استخدام الشكل الانسيابي لهيكل القارب والأخشاب الطبيعية في بنائه كرمز وتقدير وإجلال وإحياء لهذا التراث الأصيل. وتتميز المنطقة المحيطة بالملعب بمساحتها الخضراء الواسعة ذات المناظر الخلابة، حيث صممت كحديقة عامة تضمنت بعض المرافق الإضافية لمزاولة الرياضة، مثل مسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية ومرافق للعب الأطفال. كما سيتم الاستفادة من الملعب في الفترات التي لا تشهد مباريات الدوري، وذلك بتحويله إلى مركز مجتمعي يوفر مناطق ترفيهية للتنزه والجلوس لسكان الوكرة وزوارها. ومن المقرر أنه سيتم تفكيك جزء من الملعب وتخفيض سعته الاستيعابية والتبرع بالمقاعد لمشاريع رياضية أخرى في مختلف أنحاء العالم. هذا الملعب الفريد من نوعه يعكس ثقافة قطر وأصالة وعراقة تاريخها من خلال الربط بين التصميم الاستثنائي المستوحى من إرث الماضي والهندسة المعمارية الإبداعية، والتي تعتبر الأفخم والأضخم في العالم.